واخيرا الفيل بيقع. قلت لك يا فيل تفضلش تطلع تطلع تطلع، غلط عليك ده. انت كل ما تطلع تطلع كل ما تتقل على الغصن، كل ما الغصن يروح نازل ويروح هوب. انت فاهم بقى اللي فيها. السيد اوناي امري يهدي الدوري الانجليزي كله جمايله. جمالك على راسنا يا اوناي امري، جمالك على راسنا. اعظم مدرب في تاريخ، اكتر مدرب كاره مكره ارسنال في عيشتها، واكتر مدرب بيمسك ارسنال بيزنهم. هم كارهينه كمدرب ليهم وكارهينه كمدرب لاستون فيلا. لو استون فيلا خدت ارسنال في فيلا بارك 2-1 يا جماعه وتنهي المباراه. والصدمه بقى ان استون فيلا دلوقتي في المركز الثاني. انت متخيل معايا؟ استون فيلا دلوقتي في المركز الثاني وهي دلوقتي اللي بتنافس ارسنال. مباراه انا حاسس فيها بصراحه بجمهور ارسنال جدا، لان ارتيتا عمل فيها كل حاجه غبيه ويستاهل كل اللي هيتقال عليه وكل اللي هيحصل فيه بعد الماتش الحقيقه. فمعلش يا فيل، انت كده كده حاطط على كله وكل شمتان فيك الا انا. انت كنتش تقدر تعمل معايا حاجه، انا اللي حطيت عليك. وكل ما هتنسى افكرك بصاروخوت. انا بابا يلا. الحقيقه لو هنتكلم في الماتش ده ونبدا بقى نفصصه واحده واحده كده ونتكلم كلام كوره، فحرفيا ارتيتا عمل كل حاجه غلط في الماتش ده. عمل كل حاجه غلط في الماتش ده تخسره. تحسه كان نازل الماتش ده هو نازل ناوي يخسر. انت ما تفهمش ايه اللي هو عمله ده. على الجانب الثاني وناي ايمري، لا الراجل نازل باين ان هو مذاكر ومركز صح وعمل كل حاجه صح فعلا. نبدا مثلا بالتشكيله اللي هي بالنسبه لي اكبر غلطه عملها ارتيتا. نزل لك الراجل بتيمبر وهنكابي في قلوب الدفاع، بين وايت كالافيوري في الرايت باك والليفت باك. قلنا تمام، ورايا كده كده في الجون. وجينا بقى لنص الملعب، لعب باوديجارد ورايس وزوبيميندي. وفي الهجوم لعب بايزي وميرينو وساكا. حلو الكلام، حلو الكلام. نيجي الاول غلطه هي بالنسبه لي، يعني انت عملت فيها دي قتلت خطورتك بنسبه كبيره. ايه هي يا معلم؟ ان انت لعبت ايزي جناح. انت لعبت ايزي جناح ولعبت باوديجارد. يعني انت دلوقتي يا ارتيتا من قبل ما اوديجارد يتصاب انت كنت اصلا بتلعب عليه ايزي في مركز صناعه الالعاب، لان اوديجارد كان مستواه نازل. اوديجارد لسه راجع ما بقولوش ماتشين وانت بتلعب بيه اساسي كل ماتش. ولسه الراجل برده ما قدمش 100% من اللي عنده. لسه ده مش اوديجارد اللي احنا عارفينه، ولا ده مستوى اوديجارد. حلو الكلام، حلو الكلام. طب ليه انت بتلعب باوديجارد ما كنت تلعب بايزي؟ تاني حاجه، انت عندك تروسارد راجل ماسك فورمه حلوه، او مارتينيلي لما بيلعب راجل مجهود بدني وراجل حركي وبيلعب. ما بتلعبش ليه بحد فيهم؟ ده انت عندك تروسارد اول ما نزل يا راجل، اول ما نزل جاب لك الجون. هو جاب لك الجون الوحيد في الماتش ليك. ولما طلعته ظبطت الفرقه بقى شكلك احسن في الملعب. بس بعد ايه؟ بعد ما بوظت الدنيا كلها. بعد ما ارتيتا بوظ الدنيا كلها وعكنن على جماهير ارسنال. وانا صعبانين عليا والله، والله يا دوك انت ومروان سيرو صعبانين عليا من اللي بيحصل فيكم. لان هو فعلا ارتيتا انتوا كل ما تبقوا ماشيين صح وكل ما تبقى في ايديكم ان انتوا تبعدوا اكتر، بيروح هو ارتيتا بسبب خوفه وجبنه بيرجعكم لورا. دي اول غلطته عملها. تاني غلطه هو عملها ان هو جه في الشوط الثاني قام مطلع كالافيوري ومنزل لويس كيلي. يا حبيبي يا ارتيتا، يعني هو انا اجي ادرب انا مكانك ولا ايه؟ لويس كيلي نفس بروفايل زيتشينكو، مش لعيب ليفت باك، مش لعيب دفاعي. راجل عنده لمسه مهاري وبتاع، بيلعب نص ملعب ما يلعبش في ليفت باك. قمت مطلع كرافيولي اللي هو بيبقى ساند لك الحته الشمال دي، قمت منزل لويس كيلي وافتحه بقى يلا شوارع، افتح شوارع ويلعب. استون فيلا معاها اسلحه خطيره، مورجان روجرز، معاهم واتكنز، معاهم فريق تقيل قوي. استون فيلا ومش دلوقتي احنا لسه عارفين السنه دي ولا السنه اللي فاتت. استون فيلا بقاله 3 4 مواسم الراجل ماسك فورمه وماسك لعب وبيلعب وبيبقى فريق رخم على اي منافس، سواء السيتي، ليفربول، ارسنال. منافس رخم جدا على اي حد. فانت ارتيتا محدش يتلام في الماتش ده كله غيرك انت بصراحه. محدش يتلام ولا يستاهل ان هو يشيل الليله دي كلها ولا سبب الخساره دي غيرك انت. هتقول لي في ملعب الفيلا بارك، هقول لك تمام ملعب الفيلا بارك كل حاجه، بس انت كان في ايدك حتى تطلع متعادل. انما انت بقى يلا نفتح نفتح نفتح، قمت هوب لابس جون في الدقيقه 95. لبست جون في الدقيقه 95 وخسرت 3 نقط مهمه جدا جدا. دلوقتي الفرق بينك وبين استون فيلا 3 نقط، والسيتي لو كسبت هيبقى الفرق بينك وبينهم 3 نقط. وما تتقالش قوي يا فيل. نيجي بقى لليفربول، والكلام اللي انا هقوله ده هو صاحبه عارف نفسه كويس. انت راجل عايق وراجل كلح وزلخ ومقرف، وقرفتنا من الفرقه وقرفتنا من اليوم اللي جبناك فيه يا اخي، وما كانش دوري انت كسبته بيه مقعدينك عليه لحد دلوقتي. انت كرهتنا في الفرقه وفي شكل الفرقه يا اخي.
نفسي الاقي ماتش عدل للفرقه من اول السيزون. الواحد اقسم بالله كان متضايق لما لقاك كسبان 2-0. طب بص، وصلتها لمرحله ان انا فريقي ما بقتش عايزه يكسب عشان تغور في 60 داهيه ونخلص وتبقى اقالتك قريبه. اقول لك ايه، يا ريت تخلي عندك دم وتقدم انت استقالتك من نفسك. بجو فلاحين هولندا بتاعك ده اللي انت مقعد لي فيه صلاح، يا ابني كون شجان الفلاحين. ما هولندي فلاح. هقول لك ايه، تقعد لي صلاح عديك علشان يعني بصوا العيب منه، لا ده انا هقعد عديك، لا ده انا هتفلسف كده، لا ده انا هتحنيك كده واديك اهو. شوف ربك هو عارف ان العيب فيك، فانت هتمشي يعني هتمشي وهي هتقفل يعني هتقفل، وعمالة بتقفل على حساب فرقتنا احنا، واحنا اللي عمالين بنتضرر، واحنا اللي عمالين بيطلع عينينا في الاخر. يا رب اداره ليفربول تاخد بالها بقى وتغيروا في 60 دقيقه عشان خلاص الجمهور اتخنق، وصل لهنا وصل لهنا خلاص. انا يا عم مش عايز لا بطولات ولا نيل يعني السيزون ده، انا عايز يجي لي مدرب يلعب زي البني ادمين بافكار وبطريقه صح، مش عايز حاجه غير كده، وعايز الجيلخ ده يمشي عشان خلاص كده. الماتش ما فيهوش حاجه تتقال، انت كسبان 2-0، الراجل ايكيتيكي جيب لك جولين في دقيقتين، في الدقيقه 48 جول، في الدقيقه 50 جول. 50 دقيقه انت كسبان 2-0. المفروض خلاص يعني ليدز يونايتد مركز 17، مركز 17 يعني المفروض ما فيهاش نقاش دي، ورحت اتعادلت معاه على ارضه. ماليش دعوه بقى على ارضه مش عرضه، مركز 17 ما عندهم اشهر لعيب عندهم محدش عارفه اصلا، وتعادلت معاهم 3-3. اقول لك ايه، صفقه ايزاكي يحرق اللي جاب صفقه ايزاكي يا عم، كانت صفقه شوق مع الفريق، بتنزل لي ويقول لي ليه مش عارف. يا عم ما تنزل، مش فت يا عم، مش حلو. ما جاكبو بيلعب ولا ايكيتيكي قصدي ده بيلعب، ما تنزله. جاكبو اخر كده ميت ده كمان، ما تلعب بايكيتيكي زي ما انت والعب، يعني ربنا كرمك وعملت ماتش حلو. مفيش برضه، لبست التعادل. قام سوبوساي جاب لك جول في دقيقه 80، قلنا طب الحمد لله هنتنفس، وانت هطلع اسمعك برضه حتى لو كنا كسبنا، انت كده كده هتسمع الكلام يعني هتسمعه، هسمعك الربع المشاكل يعني هتسمعه. المهم جبنا الجول في الدقيقه 80، قلنا الحمد لله هتسلم ويا رب نكسب بس وخلاص. قمنا في الدقيقه 96 لبسنا جول. من ساعه ما اللعنه بتاعت الماتشات اللي انت كسبت لي فيها في الدقيقه 90 بقت معلومه عليك انت، كل شويه تلبس في الدقيقه 90، في الدقيقه 90 98 96 95 92، البس البس البس، ورب الاداره تلبسك وتغرك في داهيه عشان انت خلاص خنقتنا. يعني الواحد مش عارف يقول ايه والله، الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه يعني. الفرقه بقى شكلها يقرف والله العظيم يعني. الفرق دلوقتي في الدوري الانجليزي ارسنال 33 نقطه، السيتي 31، استون فيلا 30 نقطه، وتشيلسي مركز رابع 25 نقطه. الفرق بينها وبين المركز ال 12 3 نقط. المنافسه مش بعيده ولسه الدوري فيه، بس انت خلاص انت طلعت بدري بدري. يعني مش عارف والله، انا ما بقاش عندي توقعات ولا بقيت فاهم اي حاجه، تبديلاته غلط، لعبه غلط، اسلوبه غلط، كل حاجه بيعملها غلط. نيجي بقى لبرشلونه، ولعانه معاك انت، ولعانه معاك بالخمسه على ريال بيتيس، بالخمسه. انا بص التلات جوان دول ما يفرقوليش، هو انتوني جاب لك جون كده في الدقيقه 6 ولا فريق فاموس وحلاوه روح والكلام ده، قمت انت رازو خمسه، قمت رازو خمسه، والجولين اللي جم في الاخر دول في الحنكريش بالنسبه لي ولا فرق لي اصلا. هم حلاوه روح انت بتعملهم، انا عارف انك بتعملهم علشان خاطر العين وكده، بس العين ما انت خبيث برضه يعني عشان العين وكده. بالخمسه المهاجم البديل بتاعك يجيب لك هاتريك، ايه يا جدع، ايه يا جدع الفجر ده، ايه ده يا عم، ده انت خلاص ما بقيش شايف حد. انا مش فاهم ايه اللي حصل للعيبه بجد من ساعه لقطه ارني في إيه؟ ارني ايه، من ساعه لقطه فليك وهو كان قاعد زعلان كده عشان الفرقه، وهو اللعيبه اتحولت من ماتش اتلتيكو مدريد وماتش النهارده. اللعيبه اتحولت، فيران توريس هاتريك، بارداكجي جون، لامين يامال جون، الفرقه خلاص يا جدعان وهيبروا، شكل محدش يعرف يوقفهم، وشكلهم هيرجعوا للنسخه بتاعت السنه اللي فاتت في دوري الابطال. لو جابوا مدافع في يناير الناس دي هتهن.